إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. عليكم مستمعي راديو سلام حول العالم، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأحب أهنئ وأعيد على جميع أسرة راديو سلام العاملين خلف الكواليس خلف كل شيء، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم وكتب الله أجركم. وكل عام وأنتم بخير مستمعي راديو سلام أينما كنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا، وأن نستقبل به وبما بعده سنوات فيها الخير الكثير للجميع. دائما نتساءل نقول كيف ممكن أتخذ قرار بدون ما أغلط؟ كيف ممكن أختار القرار الصحيح أو السليم؟ وكيف ممكن أتخذ قرار مصيري يغير حياتي بس بدون أي أخطاء؟ موضوعنا لحلقة اليوم كيف أتخذ قرار ما. في حلقة اليوم راح نحاول نطرح بعض الأفكار أو بعض الأساليب في كيفية اتخاذ القرارات. نحن في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي تكلمنا عن اتخاذ القرار، لماذا ومن، لماذا نتخذ قرارات ومن الذي يجب أن يتخذ القرار. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حقيقة ممكن كلنا نحن نسمع هذه الآية ونرددها ونقولها، لكن كم شخص مننا وقف مع هذه الآية وقفة صحيحة وصادقة، وأنزلها على الواقع وأنزلها على نفسه وشاف إيش فين البعد تبعها؟ هل هي مجرد آية واحدة بهذا الشكل فقط؟ هل معناها إن الله لا يغير ما بالناس والدول والحكومات والدنيا بشكل عشوائي، ولا في قاعدة في الموضوع هذا كله؟ في هذه الآية في قاعدة مهمة جدا في التغيير. قبل أن تطلب أو ترجو أن يتغير أي شيء من حولك، لازم أنت أول شيء تمشي خطوة نحو الشيء الذي تريده. يجب أن تسير خطوة باتجاه الشيء الذي تريد أن يحدث، ببساطة يعني، بدون ما نعقد تفسير الآيات، بدون ما نخلي الموضوع جدا صعب فهمه. في النهاية كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على الناس حتى يفهموه كل واحد بلغته بطريقته من زاويته. ما في حكم شرعي في الموضوع ده كله، في إنه أنت تفهم القرآن زي ما أنت تفهمه مع نفسك. يعني كلام الله لك زي الخطاب. تخيل شخص أرسل لك رسالة، حتجيب أحد يقرأ لك الرسالة ويترجم لك معناها، ولا تقرأ أنت وتفهمها؟ فبهذا الشكل نفهم هذه الآية. إذا أردنا نحن نغير شيء في واقعنا وفي حياتنا، لازم نحن نمشي خطوة في اتجاه الشيء الذي نريد تحقيقه. إذا فين هذا الكلام في موضوع اتخاذ القرار؟ اتخاذ القرار هو هذه الخطوة اللي لازم نمشي فيها أو باتجاه الشيء الذي نريده. طبعا بعضنا يعتقد أنه مثلا اتخاذ القرار مسألة فطرية. في ناس مثلا ينولدوا ما شاء الله تبارك الله يعني قراراته صحيحة واختياراته صحيحة وكلامه مضبوط فطريا يعني، ويظنوا أن الموضوع هو كده. ومع الأسف الشديد الموضوع مو كده. في ناس ينولدوا صح فطريا، يقدروا يختاروا ويقرروا بشكل صحيح، لكن إذا ما عرفوا يطوروا مهارتهم هذه والموهبة والفطرة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها في هذا الجانب، راح تبقى في نفس النقطة، لن تتطور ولن تنضج ولن تكبر أبدا. فبالتالي حيكون قراراته في أمور معينة فقط هي الجيدة والصحيحة، لكن في باقي الأمور والمستجدات في الحياة لا يعرف عنها شيئا. لذلك احنا نرجع نقول ايش؟ كل شيء بالممارسة وبالتعلم يصير شيء مكتسب. السلف الصالح قالوا ايش؟ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني كل شيء انت تبغى تحصل عليه تبدأ تمارسه وتتدرب عليه وتعرف كيف تطبيقه في الواقع، ثم يصبح جزءا منك. أي شيء في الحياة
الإنسان قابل أن يتعلم أي شيء ويتغير تجاه أي شيء يريده. إذن مهارة اكتساب القرارات أو اتخاذ القرارات هي مهارة مكتسبة بالدرجة الأولى، وتتطور وتنمو مع الممارسة والتطبيق العملي. فلا يحبط أحد مثلا لما يكون اتخذ كذا قرار في حياته يفشل يفشل يفشل، بعدين يطلق على نفسه ويقول أوه أنا والله ما أقدر أتخذ قرار أبدا، ما في قرار في حياتي اتخذته إلا قد فشلت فيه. هنا أساسا عقلنا لما يسمع الجملة دي يؤيد كلامنا، يقول نعم أنت شخص فاشل ولا تستطيع اتخاذ القرار، فدائما الإنسان يخطئ في اتخاذ القرار. إنما الصحيح أن الإنسان من القرارات الخاطئة يتعلم كيف يتخذ القرارات الصحيحة. تمام؟ احنا خلينا نتفق على هذا الشيء، من الخطأ نحن نتعلم الصواب، من الأسود نعرف الأبيض، من الشيء بنقيضه نتعلم دائما. فكثرة اتخاذ القرارات والإخفاق فيها لا يعطي الإنسان الحق أنه يطلق على نفسه أنه فاشل، إنما يحتاج يتعلم، لا يكرر الشيء. وحقيقة مسألة الفشل في اتخاذ القرارات تأتي لأن الإنسان يتخذ نفس المبدأ في كل قرار، يعني يمشي بنفس الطريقة 1 2 3 في هذا القرار، وفي القرار الثاني أو في موضوع آخر يستخدم نفس المعادلة ونفس المعايير في موضوع آخر. طيب إذا الإنسان أساسا يمشي بنفس المبدأ بنفس الأسلوب في كل المواضيع المختلفة في اتخاذ القرار، النتيجة واحدة يعني حتكون طبيعي. يعني تخيلوا أن احنا نمشي في طريق معين لوصول لهدف معين، وبعدين صار عندنا هدف ثاني، نمشي في نفس الطريق لهدف مختلف ولا نغير الطريق أساسا؟ طبيعي أن الإنسان يغير الطريق حسب الهدف، لكن لما نحن نتبع نفس الأسلوب مع الأهداف المختلفة طبيعي نحصل على نتيجة واحدة، وهي الفشل والإخفاق في القرارات. لذلك مع الأسف الشديد خلوني أقول لكم يعني شيء بسيط في الموضوع ده كله، كيف الإنسان يتوقع نتيجة مختلفة إذا كان يفكر بنفس العقلية؟ إذن لازم يغير عقليته في طريقة تفكيره، طريقة اتخاذ القرارات، ويتعلم المهارات حتى يحصل على نتائج مختلفة في كل مرة. طيب إيش هي المهارات أو الأشياء العوامل اللي ممكن أو الخطوات اللي ممكن تساعدنا في اتخاذ القرار السليم؟ أول شيء لما نبغى نتخذ قرار في أمر ما، نفترض مثلا موضوع الزواج، موضوع الوظيفة، خلينا ناخذ موضوع الزواج لأنه يهم الرجل والمرأة، ومع الأسف أنه هذا الموضوع هو القرارات فيه دائما يعني غريبة جدا يعني في اتخاذها. لازم احنا الموضوع مثلا موضوع الزواج نجمع عنه معلومات كاملة. مثلا الرجل يبغى يتزوج فلانة من الناس، وهذه المرأة تبغى تتزوج فلان من الناس، كيف لازم يفكروا في موضوع في اتخاذ قرار انه انا اتزوج هذا الشخص ولا ما اتزوجه، اتزوج هذه الانسان ولا ما اتزوجها؟ اول شيء طالما انه كلا الطرفين، خلينا نقول مثلا الرجل اختار فلانة من الناس والله يبغى يتزوجها، لازم يجلس مع نفسه ويسأل ليش اختارها، ايش الصفات الشكلية اللي يبغاها فيها، هل هي تحقق طموحه، هل هي فيها الصفات النفسية أو الشخصية أو الأخلاقية اللي يبحث عنها، ولا اختارها على أساس والله أهلي قالوا إنها بنت ناس وما شاء الله تبارك الله وحلوة وخلاص. يعني بعمق لازم يسأل نفسه هذا السؤال. فلما يجي الرجل يسأل نفسه هذا السؤال بعمق ويدخل في أعماق قلبه، ما الذي يريده من هذه المرأة شكلا وقلبا وقالبا وروحا وعقلا كل شيء، لما يجي يكتب كل هذه الأشياء ويجمع معلومات بناء على هذه الأشياء، يجمع معلومات باستخدام أمه، استخدام أمه أو أبوه أو أخته أو اللي يكون أو معارفه، في جمع معلومات عن هذه الفتاة أو المرأة التي يريد أن يرتبط فيها. ونفس الشيء المرأة لما تسوي، ويأخذوا وقتهم في البحث وجمع المعلومات فقط في المرحلة الأولى. بعد جمع المعلومات كلها لازم يشوف الآن هو ما الذي يريده. الآن كل المعلومات صارت عنده، المعطيات كلها كاملة عنده، الآن لازم يسأل نفسه هل ما زال يريد أن يتزوج بها؟ هل الأسباب اللي تدفعه للزواج بهذه المرأة أو الأسباب اللي تدفع هذه المرأة بالزواج بهذا الرجل مكتملة عندها ولا لا؟ على أساس إيش؟ على أساس يقدر يتخذ قرار مهم جدا يقدم عليه أو لا يقدم. ولازم يحسب حساباته، الزواج ما هو شهر عسل على طول،
ولا هو خالي من المشاكل، إنما لازم يتخيل القرار راح ياخده هذا 20 ل100 سنة راح يعيش معه، فهل هو مستعد يخوض هذا الأمر ولا لا؟ ولما نقول يجمع معلومات عنها، ليس عنها أو عنه فقط، إنما عنه، عن أهله، عن هواياته، عن كل شيء يحيط بهذا الرجل أو يحيط بهذه المرأة. إذن جمع المعلومات هو أول خطوة من خطوات اتخاذ القرار. طبعا هذا الشيء احنا قلنا مثال عنه فقط الزواج، لكن هو في الحقيقة لكل شيء. طالب يبغى يدرس تخصص معين في الجامعة، لازم يجمع معلومات عن هذا التخصص والمستقبل تبعه، وهل هو مطلوب في سوق العمل، وأية الجامعات اللي تدرسه بشكل أفضل، وإيش اللغة المستخدمة في التدريس، وكم سنة راح ينفق عمره. ما يكون المسألة اختيار عشوائي، والله عشان الناس قالوا، والله عشان معدلي مرتفع، والله عشان كذا ولا عشان كذا ولا عشان كذا، وفي النهاية يكتشف أنه درس 7-8 سنين وضيعهم بدون فائدة. لما جاء لسوق العمل أو للحياة العملية طلع أنه هذا التخصص غير مطلوب في المرحلة التالية. لذلك حساب الأشياء اعتبار، يعني أنه احنا نعمل اعتبار للمستقبل، هذا مهم جدا في اتخاذ القرار. إذا جمع المعلومات هو أول خطوة في مسألة اتخاذ القرارات. أجيب لكم مثال أبسط من كده. ممكن كلنا نروح الأسواق ونشوف قطع مثلا نبغى نشتريها، سواء كان النساء ولا الرجال. طبعا يكون ممكن سعرها قليل جدا أو رخيصة أو أي شيء، فالواحد يقول خليني أشتري وأجي ماشي، إيش ما هو يعني مكلف كثير. التمرين الأساسي اللي لازم يبدأ فيه الإنسان في مسألة اتخاذ القرار يبدأ من الأشياء اللي هي بسيطة جدا، اللي لو أخطأ فيها ما يصير في كارثة. فممكن نروح السوبر ماركت، والله أبغى أشتري صابون، أبغى أشتري شامبو، والله أشوف في المعروض في أنواع كثيرة جدا. طبعا على أي أساس أنا أختار من المعروض ده كله؟ لازم يكون عندي مبدأ، إما على أساس السعر، فبالتالي مش مهم عندي الجودة، وإما على أساس الجودة والمنتج، وإما على أساس الروائح العطرية اللي يحطوها، وإما على أساس أي كان. فإذا أنا اخترت مثلا أن أنا هشتري منتج رخيص بغض النظر عن إيش نوعية ولا شركته، فبالتالي خلاص أنا حسمت نفس الموضوع ده ودخلت السوبر ماركت ورحت، وأقل سعر موجود للشيء اللي أبغاه أخذه وأجي ماشي. الآن لما نستخدم هذا المنتج والله أصابني بالحساسية ولا كان سيء، هذا قراري أنا اتخذته، فبالتالي لازم أحصد النتائج. لذلك هذا الشيء مهم جدا نحن نبدأ نمارسه ببساطة. وخلوني أوجه من هذا المكان رسالة للنساء. نحن النساء في الغالب نميل نحن لما نروح مثلا أسواق ولا في حياتنا ولا أي شيء عندنا تسرع في اتخاذ القرارات، ونقول مو مشكلة، يعني شيء بسيط، شيء سهل. المسألة مش إنه شيء سهل ولا بسيط، المسألة إنه مع الوقت نحن نعتاد على أن نحن نتساهل في اتخاذ القرارات اللي تأثر على مستقبلنا. حتى الأشياء البسيطة التافهة اللي ما لها قيمة عندنا، لما نتخذ فيها قرار عشوائي تفرق تماما في مستقبل أيامنا. وقديما يعني وحديثا قيل إن الجبال من الحصى، فالأشياء الصغيرة هي اللي تعلم الإنسان كيف يفكر وكيف يرتب دماغه ويعلم نفسه كيف يفكر أساسا ويبني دماغه على اتخاذ القرارات. فإذا أول خطوة هي جمع المعلومات عن الشيء اللي احنا نبغى نتخذ عنه قرار، نجمع معلومات بالصدق. الخطوة الثانية اللي هي إيش؟ الخطوة الثانية هي العواطف والمشاعر. بعض الأحيان يكون نحن فرحانين بشيء معين ونبغى نتخذ قرار فيه، أو زعلانين من شيء ونبغى نتخذ قرار. هل ينفع نحن نتخذ قرارات ونحن في قمة الزعل أو قمة السرور؟ مع الأسف الشديد أي قرار يتخذ والمشاعر في ذروتها هو قرار فاشل. والسبب أنه العقل يكون معناها في تشويش، ما في وضوح. احنا قلنا في الحلقة الماضية، قلنا أنه في عاملين يلعبوا دور في اتخاذ القرار. قلنا الحدس اللي هي المشاعر والإحساس الداخلي، وقلنا المنطق أو العقل. أحسن قرار يتخذ هو باستخدامهم الاثنين، لكن إذا غلب واحد على الثاني هنا تصير في عندنا إشكالية وقرارات خاطئة كثيرة جدا. ومع الأسف أغلب القرارات تتخذ انطلاقا من العاطفة، قرارات مؤذية لصاحبها أول شيء ومؤذية لمن حوله، ويصعب بعض الأحيان والله إنه إصلاحها، لأنه من الأساس هو خطأ، انطلق من مبدأ خطأ. لذلك كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما علمنا في مسألة الغضب، يعني إنسان إذا غضب ما الإجراءات الذي يجب أن يتخذها؟ قال يعني إذا كان
قائما فليقعد، وإذا كان نائما فليجلس أو مضطجعا. المهم في أدبيات معينة، هذه الأدبيات أو الأشياء اللي علمنا إياها في التعامل مع حالة شعورية زي الغضب، حتى أن الإنسان لا يتخذ قرار أو يتلفظ بكلام يندم عليه بهذا الشكل. لذلك لما يكون الإنسان في ذروة المشاعر من السعادة ما في داعي يتخذ قرار، يهدأ شوية حتى يستطيع النظر للأشياء بطريقة معقولة جدا، لأنه السعادة تخلي الأشياء كلها دائما ملونة وألوان زاهية ومفرحة وجميلة جدا، فلا يمكن الإنسان في وجود هذه الألوان الجميلة أن يرى اللون الأسود أو اللون الرمادي، لا يمكن يشوفه. بالعكس، حتى الأسود راح يشوفوا أنه ممكن ينفع مع الألوان الثانية، يمكن تجاوزه. ولو رجعنا لمثال الزواج مثلا حنقول نفس الكلام. إذا كان الرجل مثلا يحب امرأة معينة ويبغى يتزوجها ويجوا أهله يعترضوا يقولوا لا ما تنفع لك والله فيها، لا يمكن يسمعهم أساسا، لن يرى ما يرونه. ليش؟ لأنه وعينه الرضا عن كل عيب كليلة. دائما الإنسان لما يكون سعيد ما يقدر يشوف أي شيء، يصبح أعمى وأصم مع الأسف الشديد. هذه حقيقة يعني ما فيها شيء سيء، لأنه إحنا في النهاية بشر، فبالتالي الحكم لازم يكون حكم بالعقل. طيب في حالة الحزن نفس الشيء، الرجل والمرأة بعض الأحيان يكون في خلافات شديدة وصوتهم طالع ويتخانقوا ويتضاربوا وكل شيء، يلا طلقتك وأطلب الطلاق وطلقني كل اللي يصير فهذا كله خطأ وكارثة يعني يقع عليهم. لذلك حتى بعض الأئمة يعني مسألة الطلاق الرجل أثناء غضبه هذا ما يمشي عندهم، يعني يعتبروه طلاق باطل. ليش؟ لأنه الإنسان لازم يحكم على الشيء بعقله. لذلك كل ما إنسان يكون في إحدى الحالتين أهدأ ويعطي نفسه أنه يهدأ شوية ويفكر بهدوء، راح يقدر يتخذ قرار صحيح. إذن خلونا نتفق أنه أي قرار يتخذ بناء على العاطفة والرغبة في الحصول على الشيء، وأنه أنا أبغى هذا الشيء وطول عمري أتمنى وما صدقت أنه الله أعطاني إياه، وهذا الهدف الذي أسعى إليه، وإذا حصل لي راح أكون في غاية السعادة، وإذا لم يحصل لي ممكن حياتي تنتهي. هذه الجمل خلونا نطلعها من حياتنا ونلغيها تماما، لأنه ما حد بيموت لا من كذا ولا من كذا. طيب إذا قلنا أنه العامل الثاني اللي ممكن يساعدنا في تطوير مهاراتنا في مسألة اتخاذ القرارات، أن احنا نتخذ القرارات بعيدا عن العاطفة سواء كانت سعادة مطلقة أو سعادة عالية جدا أو غضب أو أي حالة شعورية يعني سلبية يكون فيها الإنسان. طالعين فاصل وراجعين نكمل معاكم الخطوات اللي تساعد الإنسان في أن يكون عنده مهارات في كيفية اتخاذ القرارات السليمة أو الصحيحة. ابقوا معنا ولا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام.
إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا كنا وقفنا قلنا انه اي قرارات لا ناخذها ونحن مشحونين عاطفيا، سواء كنا في حالة سعادة وتفاؤل ونشاط ومشاعر حلوة، او عندما نكون في حالة حزن او غضب، لانه في اي الحالتين اتخاذ اي قرار هو غير صحيح. لأنه الإنسان لازم يفكر أساسا بالحقائق الموجودة، يعني بدل ما يفكر في مشاعر وينطلق من التفكير من خلال مشاعره ورغباته الخاصة، وأنا أبغى وأحتاج وراح أموت لو ما حصلت على هذا الشيء، بدلا من التفكير بهذا الشكل إنما لازم يهدأ حتى يدخل العقل في الموضوع هذا ويبدأ يفكر. لأنه دائما مع المستعجل الزلل، دائما مع المستعجل الزلل. وقيل في الأمثال في العجلة الندامة. والعجلة تأتي من إيش؟ من إنه إنسان يستخدم مشاعره بقوة في أمر ما فيندم. طبعا ممكن بعضكم يقول طب لو كان مثلا نستعجل بالعقل، ما احنا قلنا نحن أفضل قرار هو اللي تتخذ باستخدام العقل والقلب حتى يكون الإنسان يقدر يتحمل تبعات هذا القرار. طيب الخطوة الثالثة اللي ممكن تساعدنا في إن احنا نتعلم كيف نتخذ قرار في أمر ما، أي قرار لازم ناخذ له وقت كافي للتفكير فيه. طيب بدون استعجال. ليش طيب؟ لأنه بعض القرارات هي مصيرية. خلي يعني قرارات مصيرية، لما نقول أساسا أي قرار في حياتنا هو قرار مصيري. حتى القرارات الصغيرة هي تعتبر، يعني بالنسبة لي أنا بعتبرها أنها قرارات مصيرية، لأنه هي تهيئ العقل لطريقة تفكير معينة. فإحنا نضع يعني برامج صغيرة جدا في أدمغتنا من خلال اتخاذ قرارات بسيطة، بعدين تصير تطلع هذه الطرق والأساليب اللي اتخذناها مع المواضيع البسيطة هي نفسها اللي نستخدمها مع المواضيع الكبيرة. أي موضوع لما يعرض على الإنسان، على الرجل والمرأة أيا كان منهما، لازم ياخذ وقت كافي جدا في التفكير فيه. يفكر فيه ليل مع نهار، قايم قاعد، يعني يقلب وجهه على اليمين واليسار، يفكر. لازم الإنسان يشغل نفسه بالموضوع هذا. يفكر كيف يفكر؟ ما يفكر تفكير العاجز ولا تفكير المتسرع، يفكر بهدوء، يشوف الموضوع هذا إيش حقيقته، إيش واقعه، مين قاله، كيف طيب، إيش ممكن يصير، إيش ممكن ما يصير، إيش أسوأ احتمال ربما يحدث لو إني أنا وافقت على هذا القرار أو على إجراء هذا الشيء، أو إذا رفضت إيش الأسوأ، طب إيش الأفضل. فالتفكير الطويل جدا أو الوقت الكافي للتفكير في أمور معينة هو اللي يعطي الإنسان فرصة لفهم طبيعة القرار اللي سوف يتخذه. طبعا احنا لما نقول خذ وقتكم في التفكير، مو معناها أن الإنسان خلاص يجلس يقلب الموضوع إلين يصبح يعني غير مستعد له، أو بحجة أنه أنا لسه قاعدة أفكر في الموضوع. بعض الناس يفكروا مع الأسف الشديد سنوات طويلة في أمور يعني مفروض تحسم بعد أسبوع أسبوعين. يفكروا دائما وقت طويل، يفكر لدرجة أنه يكون وظيفته الوحيدة في الحياة أنه يفكر وليس أنه يتخذ قرار. ومع الأسف كثير مننا كذا، وهذه حقيقة. لو احنا نسأل أنفسنا بالصدق، كم قرار أو موضوع عرض علينا وفقدنا أن احنا نحصل على الفرصة اللي احنا نبغاها بسبب أن احنا دائما نفكر كثير ونبالغ في التفكير. المبالغة في التفكير أمر مكروه جدا، لأنه الإنسان لا حول له ولا قوة. الله سبحانه وتعالى علمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه احنا نبذل الأسباب. الأسباب إيش هي؟ الأسباب اللي تقع تحت أيدينا، نتعرف على الموضوع، نتعرف على الأمر، ندرسه، نشوف كيف الموضوع هذا ماشي، ونشوف المواضيع المشابهة له كيف تم اتخاذ قرارات فيها، ونسأل أهل الخبرة، ونسمع من هنا ونسمع من هنا. هذه كلها من طبيعة الاستشارات، يعني إنه الإنسان يستشير اللي حوله ويجمع هو معلومات ويستشير نفسه ويراجع نفسه ويشوف وصدقه مع هذا كله، ويستخير الله سبحانه وتعالى ثم يقدم على الأمر الذي يريده. لما نقول يستخير الله سبحانه وتعالى، مو لازم يستخير الله سبحانه وتعالى بس مواضيع الزواج كما هو حال الناس الآن مع الأسف الشديد. يعني موضوع الاستخارة ده بس يستخدم في هذا الجانب، مع أنه هو موضوع يقدر يستخدم الإنسان في كل شيء، في كل شيء على الإطلاق، وحتى بدون ما يصلي. يعني مسألة دعاء، الإنسان يدعي الله سبحانه وتعالى فيه بصدق، ويمضي هو في القرار الذي يريده مع اتخاذ كافة الأسباب. فهو يسأل الله المعونة في هذا الأمر،
فالله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر فيه خير وهذا الإنسان أساسا صادق في أنه يتوكل على الله ويسألوا المعونة في هذا الأمر، إذا في خير ربي راح يسهل كل الأسباب والأمور لأنه قرار هذا الشخص في إمضاء هذا الأمر راح يمضي وراح يحصل عليه. وإذا ما في خير برضو بفضل الله سوف ينصرف عنه هذا الأمر، لكن هو قام بما يجب أن يقوم به. فالاتكال هنا مو مطلب يعني. لذلك الإنسان يأخذ وقته في التفكير لكن لا يبالغ، لأنه بعض الأحيان في قرارات مصيرية مع الأسف الشديد الإنسان بعدم اتخاذ قرار فيها يضيع الفرصة على نفسه وعلى أهله، وهذا مما يحدث كثيرا. نحن ذكرنا أنه بعض الأشياء اللي الرجل والمرأة يتخذوا فيها قرارات بشكل مشترك، مثلا مسألة الهجرة من بلد لبلد أو العيش في مكان مختلف أو بيئة مختلفة. هذه النوع من القرارات يتخذ بعد التشاور الرجل والمرأة مع بعضهم البعض ودراسة كل الأشياء، لكن بعضنا يتخذ هذا القرار بشكل متسرع وحتى ما ياخذ في رأي الطرف الآخر، يلا خلاص نبغى نروح ومع السلامة. طيب ما أخذ وقت في التفكير. الآن لما يمضي هذا القرار ضرر هذا القرار رح يقع عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى كل شيء من حوله. طيب وإذا تباطأ في اتخاذ هذا القرار برضو رح يقع عليه وعلى زوجته وأولاده البطء في اتخاذ هذا القرار. فإذا الوقت الذي يؤخذ للتفكير في أمر ما لازم يكون معقول جدا، معقول بدون خوف. بعضنا يخاف من اتخاذ القرارات، لذلك يتحجج أنه أنا جالس أفكر في هذا الأمر. طيب اليوم بعد أسبوع ما زلت أفكر في هذا الأمر، شهر والله لسه قاعد أفكر. إيش الموضوع ده اللي ياخد شهر في التفكير؟ هو ما يبغى يقول أو هي ما تبغى تقول أنا والله خايفة. مواضيع زي مواضيع الزواج مثلا، كثير مثلا لما يكبروا شوية في العمر، لما بلاش نقول يكبروا ما يصيروا يعني كبار مرة، بس إنما الإنسان دائما في عمر الشباب يكون متسرع في اتخاذ القرارات فما يخاف، لكن كل ما الإنسان كبر شوية ينضج عقليا فيبدأ يحسب الأمور بالخسائر والأرباح والفشل والنجاح، فيخاف الإنسان يقدم على هذا الشيء. فنلاقي كثير من الرجال مثلا والنساء اللي تأخروا في موضوع الزواج لما يطرح لهم هذا الموضوع يقتلوا بالتفكير، قاعد أفكر، طيب أفكر 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 والعمر يمضي وهم يفكروا. فهذه مسألة إنه نحن ناخذ وقت بالمعقول هو المطلوب، لكن المبالغة فيه تضيع فرص كثيرة والإنسان يخسر فيها أشياء كثيرة. رابع خطوة ممكن تساعدنا في تطوير مهارات اتخاذ القرارات هي إن نحن نفكر في القرار الذي سوف نتخذه ونتائجه على المدى البعيد والقريب. كيف يعني؟ بعض الأحيان، بلاش نقول بعض الأحيان، هذا مما يحدث دائما وأكثر شيء مع الأسف الشديد، إن احنا نتخذ قرار ونشوف النتائج حقته وندرسها على المدى القريب فقط. الآن أنا أتخذ قرار مثلا وظيفة، أبغى أترك والله هذه الوظيفة وأشتغل في وظيفة ثانية، بدون ما أحسب على المدى البعيد الوظيفة الجديدة إيش راح تضيف لي، إيش راح يكون أنا إيش أستفيد منها. فقط النظر من خلال الراتب، والله راتبي ضعيف في هذه الوظيفة القادمة هي راتبها ممتاز، والله خلاص لا، قررتني أنا أقدم استقالتي وأروح أشتغل في الوظيفة الجديدة. طيب إيش مميزات الوظيفة الجديدة؟ المميزات الوحيدة أنه راتبها كويس فقط. طيب فين أهلك؟ فين أولادك؟ فين زوجتك؟ فين عائلتك؟ فين صحتك؟ فين وقتك في الموضوع ده كله؟ ما في، كل هذا ملك العمل الجديد. فالإنسان في مقابل هذا الراتب الجيد اللي يأخذه يخسر كثير من الوقت الذي ممكن أن يقضيه في تطوير نفسه، في تربية أولاده، في أن يعيش حياة اجتماعية، في أنه يهتم بصحته، لأنه بسبب تسرع في اتخاذ هذا القرار خسر شيء مهم جدا. ربما يكون وظيفته القديمة اللي هي راتبها ضعيف كانت أفضل بكثير من كل ناحية، اللهم أنه راتبها ضعيف، لكن امتيازاتها النفسية كانت عالية جدا. كان عنده وقت يكون عنده أصدقاء، عنده وقت تربية أبنائه، عنده وقت يقضي مع زوجته، عنده وقت يطور نفسه. هذا الشيء مهم جدا في دراسة الحالة. فبعض الأحيان نحن نتسرع في اتخاذ القرارات بدون ما نحسب حساب للمستقبل. وبرضو مثلا قلنا احنا موضوع الزواج، بعض الأحيان إنسان أو شخص يتزوج من امرأة والله هي كويسة وكل شيء تمام. طيب هذه المرأة كويسة لك أنت، لكن 10-20 سنة لقدام كيف راح يكون الوضع؟ إذا أنت عندك اعتراضات مثلا على أهلها، ما المرأة جزء من أهلها، لا هي كويسة وخلاص وما لي دخل بأهلها ولا لي دخل بأهله وكذا. طيب وبعدين الزواج مو زواج شخصين، زواج عائلات. هل حسبت زواج العائلات هذا؟
كثير من الزيجات اللي تحدث بسبب التسرع فيها تحدث مشاكل عائلية، يكون الزوجين ما عندهم مشكلة، لكن العائلات بخلافاتهم المستمرة يؤدي إلى وجود النفور بين الزوجين ثم الطلاق. فالإنسان لما يحسب حساباته في أي أمر لازم يفكر الآن وبعد 10 سنين وبعد 20 سنة. بعضنا ممكن يجي يقول مين يعيش مين يموت، يعني بعد 10 ولا 20 سنة. احنا نرجع نقول لهم الكلام مو كذا، ما الشغلة ما تحسب بهذا الشكل. انت المفروض تفكر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فإذا كان هذا من عمل الدنيا معناه انت لازم تفكر فيه للمستقبل وليس لك انت، لازم تفكر لأولادك لأحفادك. بهذا الشكل التطور يأتي من خلال التفكير في النتائج قريبة المدى، في النتائج البعيدة المدى. وهذا الشيء ينطبق على كل شيء، مو بس القرارات الكبيرة، القرارات الصغيرة جدا. أتفه قرار ممكن يتخذ الإنسان لازم يفكر فيه الآن إيش يفيدني، وبعد فترة هل يفيدني هذا الأمر ولا ما يفيدني. طالعين معاكم فاصل وراجعين إن شاء الله نكمل كم خطوة الموجودين قبل ما ننهي حلقة اليوم. خليكم معنا. الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. فاصل، وكنا وقفنا في قول إنه أو في فكرة إنه الإنسان لازم يفكر في الموقف أو في القرار اللي بيتخذه، نتائج هذا القرار على المدى القريب والبعيد، حتى يجنب نفسه فقط الندم. يعني ما في داعي الواحد يكون متحمس مرة وبسبب حماسه الغير منضبط يتخذ قرار يندم عليه. ليش؟ لأنه نتائجه الآن بس كويسة، لكن بعدين يكتشف إنه الله يا ريتني ما أخذت هذا القرار. وكثير مننا إحنا دائما نقول يا ليت يا ليت يا ليت، تفتح إيش عمل الشيطان، يعني لو أني فعلت كذا وكذا. لذلك حتى يتجنب الإنسان قول لو أني فعلت كذا وكذا، يهدأ ويفكر في نتائج هذا القرار على المدى القريب والمدى البعيد، وهل يقدر يتعامل مع هذه الأشياء. حتى لو كان المدى القريب والبعيد للقرار هذا هو مفرح، لازم يسأل نفسه هل هو يقدر يتعامل مع السعادة والفرح الكثير هذا بشكل عقلاني ولا لا. لأنه بعض الأحيان زي ما الزعل يعني يقتل القلب، كمان ممكن كثرة السعادة أن الإنسان ما يعرف يتعامل معها كان مشكلة يعني. طيب، الخطوة التالية اللي ممكن تساعد الإنسان في اتخاذ قرار ما، أنه يقارن بين سلبيات وإيجابيات القرار الذي سوف يتخذه
لازم الإنسان يعرف سلبياته وإيجابياته. بعض الأحيان لما يكون إنسان رغبان في اتخاذ قرار ما يقدر يشوف سلبيات هذا الأمر، فلما يسأل أحد آخر ممكن يقول له سلبيات لكنه برضه ما راح يصدق. وبعض الأحيان لما يكون ما عنده استعداد أو رافض تماما أمر ما، قراره أنه هو الرفض، كمان ما يقدر يشوف إيجابياته. ولو سأل أحد آخر برا هذا الموضوع ممكن يوريه الإيجابيات لكنه لن يقبل، لأنه أساسا الإنسان في نيته حط أنه يقبل أو يرفض. المخرج في هذا الأمر في معرفة السلبيات والإيجابيات أن الإنسان يجيب ورقة فاضية ويقسمها نصين ويكتب فوق السلبيات هذا القرار وإيجابياته. إذا وافقتوا على هذا الأمر مثلا إيش الإيجابيات حقته، يسجلها 1 2 3 ويعطي نفسه وقت أسبوع. لو يسأل نفسه السؤال حيطلع مع أفكار كثيرة. طيب في حال أني أنا رفضت هذا الأمر، إيش يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات؟ كمان يسجل. لما الإنسان يسجل كل الأفكار هذه السلبيات والإيجابيات لقراره اللي راح يتخذه ويشوفه قدامه يقرأه، راح تكون بالنسبة له الصورة واضحة تماما كما لو أنه قاعد يشوف شاشة التلفزيون في هذا القرار. طبعا أرجع أكد وأقول مسألة اتخاذ القرار مش لازم تكون في مسألة مصيرية وكبيرة لا، مسألة اتخاذ القرار قد تبدأ من الأشياء الصغيرة، ويبدأ الإنسان من خلالها يتعلم كيف يكون صاحب قرار وصاحب رأي في أي أمر كان. لذلك هذه الأشياء التطبيقات الواحد يقدر يسويها في أشياء بسيطة جدا. احنا قلنا أبسط شيء، لو أبغى أروح السوبر ماركت وأشتري شيء مثلا، ولا أبغى أروح أشتري فستان، ولا أبغى أشتري ملابس، أبغى أفهم يعني لازم أفكر أولا كيف لازم أشتري هذا الشيء، هل أنا محتاجه، هل عندي بديل، ما عندي بديل، قد إيش راح يكلفني، كم مرة راح أستخدم هذا الشيء، كم مرة راح يعني راح ألبسه أو راح أستخدمه. طيب هذه التفاصيل كلها ممكن تكون تزهق في الأول، لكن لما العقل يتدرب عليها القرار يطلع في لمح البصر أساسا خلاص، لأنه صار في ملف في الدماغ طريقة تفكير معينة، فالفكرة بس تدخل تمر على هذا المعمل الموجود أو البرنامج الموجود في دماغ الإنسان وتعطيه النتيجة النهائية بسرعة هائلة جدا لا يدركها الإنسان. إذن مقارنة السلبيات والإيجابيات قبل اتخاذ أي قرار يجنب الإنسان الوقوع في قرارات خاطئة ويوصله يعني ويعطيه الطريق للوصول للقرار السليم. كمان هذه الطريقة راح تساعد الشخص على تحليل الموقف أو المشكلة أو الأمر اللي أمامه بطريقة صحيحة ومتوازنة جدا، يحلله من كل ناحية دون الوقوع تحت تأثير مشاعره، تحت تأثير عقله، تحت تأثير الظروف، تحت تأثير أي شيء. بعض القرارات نحن نتخذها وإحنا ما إحنا مقتنعين فيها، والجملة الوحيدة اللي حنقولها إيش نسوي، الظروف كده، والله أنا ما كنت أبغى بس هم ضغطوا علي. حتى يتجنب الإنسان هذه الشماعة اللي علق عليها فشلوا في اتخاذ القرارات، لازم يبدأ الإنسان يتحمل مسؤولية قراراته. احنا قلنا أن الظروف تأثر، لكن نحن ما ننطلق من الظروف للتفكير في الأشياء، إنما احنا نغير الواقع تبعنا بناء على الأفكار اللي عندنا نحن، والواقع راح يتغير. في النهاية احنا قلنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا استسلمنا للظروف وللواقع الإنسان ولعقله ولكل شيء، خلاص الإنسان معناها ما عنده اللي هي ميزة إنه يختار، معناه هو مجبور على كل شيء في الواقع هذا، وفي النهاية يقول خلاص الله أراد زي كده. الله ما أراد الإنسان زي كده. الله أعطى الإنسان عقل حتى يفكر ويتخذ قرار في كل شيء يبغاه في هذه الحياة. وإحنا قلنا أنه أعظم شيء اتخذه الإنسان كقرار هو أنه يكون شخص مسلم، أنه يختار له الإله اللي يعبده، فهذا أعظم قرار اختار الإنسان بعقله، فما بالنا بالقرارات الدنيوية الأخرى. الخطوة التالية أو الأمر التالي اللي بعد كذا اللي ممكن يساعد الإنسان في اتخاذ قرار ما بشكل صحيح، أنه يركز على الأولويات عند اتخاذ القرارات. لما نقول أولويات لها علاقة بالقرار اللي سوف أتخذه. مثلا أمر دراسة مثلا، لازم ما أجيب مثلا مسألة الزواج والمش عارف إيش وأي شيء ما له علاقة بالدراسة وأدخله من ضمن هذا القرار. خلاص الدراسة دراسة، أتخذ هذا القرار موضوع الدراسة وأدرس كل ملابساته وأحطها أمامي مكتوبة حتى أستطيع أني أنا أتخذ فيها ومن خلالها قرار جيد. مسألة العمل ما أشبك معها مواضيع أخرى ما لها علاقة بالعمل، يعني الإنسان ما يكون واقع تحت تأثير مواضيع أخرى كثيرة جدا عند اتخاذ قرار في أمر ما.
كل موضوع هو منفصل لوحده، فلازم يفكر إيش الأولويات فيه، إيش الأهم، إيش المهم. في قرارات مالية مثلا لازم أفكر قراراتي المالية أهم شيء في الموضوع، المال إيش هو، والله عندي دخل، طيب إيش فين أصرف هذا المال؟ هل أروح أصرفه مثلا في إن أنا أمتع نفسي، ولا عندي أولويات؟ عندي أولويات، عندي بيت، عندي أولاد في مدارس، عندي أشياء أهم. بعد كده أنزل للأقل أهمية في التوزيعات والقرارات المالية. وأمر آخر اللي هو دائما مع كل قرار لازم يكون عندنا خطة بديلة أو قرار بديل. في حال أنه الإنسان يعني صار معاه مفاجآت في قراره، دائما يكون عنده قرار بديل. وليش يعني هذا القرار بديل؟ لأنه الحياة أساسا هي ما هي أبيض وأسود، دائما في منطقة كذا رمادية نحن ممكن ما ننتبه لها. فالمنطقة الرمادية هي اللي دائما تعوقنا من رؤية الأشياء والجوانب الصحيحة في أي قرار. فالإنسان لما يكون عنده قرار في أمر ما، والله جاي يمضيه أو ينفذه، ما مشي الحال، هل يستسلم؟ لا، يطلع القرار البديل اللي ممكن يستخدمه الآن في هذه الحالة. ونعتبر نحن دائما القرار البديل هو قرار حق الطوارئ، يعني ننسى أساسا وجوده، إذا اضطرينا له نستخدمه ونتعامل معاه ونوجده في أرض الواقع وفي حياتنا. والله قالوا لي في تخصصي هذا مثلا أبغاه، ما في مجال، ولا تكاليفه كثيرة، ولا شروطه معقدة، طيب خلاص أبطل أدرس يعني يعني أكره الدراسة وأقفل على نفسي الباب وأسوي مناحة؟ لا طبعا، لازم إذا أدرس تخصص آخر قريب من ميولي. فالإنسان ما يمسك طريق واحد، نحن في النهاية يعني أشخاص مختلفين الهوى والمزاج، فالتنوع ذا في رؤية الأمور يساعدنا تماما نحن نتطور وننضج. في الوظائف، والله أنا أبغى أشتغل الوظيفة الفلانية، طب ما صحت لي هذه الوظيفة، إيش أسوي؟ أبطل أشتغل يعني؟ وفي وظائف أخرى لا طبعا أشتغل. طيب أنا ما عندي المهارات، أتعلم المهارات الجديدة. أنا ما أعرف كذا، هل أتوقف؟ لا، أتعلم شيء جديد. أنا والله ما نجحت في زواجي مثلا، هل معناها أنه كل زواج هو فاشل، كل زواج هو كارثة، كل امرأة هي مشكلة، كل رجل هو يعني مصيبة في الأرض؟ لا طبعا، مو كذا الأشياء تؤخذ، إنما كل إخفاق وكل جانب ما نجحنا فيه أو كقرار ما نجحنا في اتخاذه، نحن دائما لازم نلاقي له الخطة البديلة ونعطيه مسمى جميل ولطيف جدا. ما في داعي نحن نطلق على الأشياء أنه هي خلاص نهاية العالم، والله ما مشي الحال في هذا الموضوع خلاص الدنيا انتهت. لا، مو كذا الحياة. الحياة ما هي أبيض وأسود، الحياة ملونة وفيها اللون الرمادي، فما في داعي نحن في الرمادي هذا نضيع كلنا وما نعرف تماما كيف نتخذ قراراتنا بشكل سليم. شيء مهم جدا إن احنا ما نتردد في مسألة القرارات، نحن نطلب العون ممن حولنا، منهم أخبر مننا، منهم أعلم مننا، حتى ممن هم أقل مننا. بعض الأحيان نحن نسأل عن أمر ونتخذ قرار، نسأل طفل بأسلوب بسيط جدا ممكن يعطيك حل أو قرار لن تفكر فيه، بسبب أنه هو ما عنده تشويش في دماغه وما عنده لا هموم ولا غموم، فالرؤية عنده واضحة تماما. بعض الأحيان تكون كلمة الواحد يسمعها من شخص هي المفتاح في اتخاذ القرار السليم. بعض الأحيان الإنسان يبدأ يقرر في أمر مصيري، قرار محزن جدا، لكن ما يرد عن هذا القرار إلا بضع كلمات يسمعها من شخص آخر لما يسأله في هذا الرأي. وهذا من هدي الإسلام، أنه أمرنا نحن نشاور الناس ونسأل ونجمع معلومات وما نعتمد في أي شيء على أنفسنا، إنما نحن لا حول لنا ولا قوة، وإنما نستعين بأنفسنا وبالآخرين وبالله سبحانه وتعالى في اتخاذ القرارات. فطلب العون من الناس أو طلب المشورة هذا ما يقلل من قدر الشخص. بعض الناس عندهم عقدة نفسية ما يسأل أحد، والسبب أنه يشعر لو سأل كأنه قل من قدره ومن علمه ومن منزلته ومن مكانته، وهذا من الجهل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل أصحابه، يسألهم في أمور الدنيا، يسألهم في أي شيء، هل هو قلل من قدر وقيمته لما سألهم؟ أبدا. يعني لما أنزلهم في بدر مثلا المكان، جاء واحد من الصحابة قال هذا منزل أنزلك الله يا رسول الله؟ قال لا، إنما الحرب والخديعة. قال إذن هذا مو المنزل، خلاص. إذن غيروا تماما المكان وكان في نصر لهم. طيب، فبالتالي مسألة نحن نطلب العون من الآخرين ما يقلل من قدرنا ولا من مكانتنا ولا من منزلتنا. كثير من الآباء والأمهات يبغوا يتخذوا قرارات لكنهم ما يسألوا أبنائهم بحجة إن أنا أبوك وأعرف وأنا أمك وأعرف، وهذا مو صحيح، لأنه الجيل الجديد صار يعرف أمور إحنا حتى يعني ما نعرفها كنا الآن. فإحنا نستعين بالجميع في اتخاذ القرارات المناسبة. أحب أذكركم أنه
الطرق والسبل لتطوير مهاراتنا في اتخاذ القرارات هو أن احنا نستمر في اتخاذ القرارات، سواء كانت قرارات صغيرة سواء كانت كبيرة، لكن لازم نتخذ قرارات. ولما نفشل لازم نعرف ليش فشلنا حتى نتجنب الخطأ والفشل في القرارات المستقبلية ولا نستسلم لأي أمر. أتمنى تكون حلقة اليوم جاوبت أو ساعدت في بيان كيفية اتخاذ قرار ما في أي أمر، وهذه الخطوات هي في الحقيقة تساعد في كل القرارات تقريبا اللي تمر علينا في حياتنا. كنت معكم خديجة برهان في برنامج المرأة والحياة. أتمنى ألتقيكم الأسبوع الجاي مع موضوع مفيد ونافع للجميع. أترككم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله وحفظه. العليا سوية علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العليا سوية. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العليا سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العليا سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا